الرحمن الرحيم. وصفة النهاردة أكلة لذيذة جدا وسهلة خالص. هنقول على طول بسم الله في الوصفة. عندي هنا كوباية ونص لبن، عليها فصين كده توم مفرومين، ونجيب عيش التورتيه، ونجيب صينية سواء بايركس أو أي حاجة هتدخل الفرن. هنغطس العيش التورتيه كده في اللبن بس علشان يطرى عندي شوية، وأرصها كده في البايركس بالشكل ده. انا رصيتها كده دول 4 وحدات بالظبط. شايفين الطريقه؟ حطيت 2 كده و2 كده علشان هحط الحشو في النص، وبعد كده هطبق التورتيه عليها. كنت محمره فراخ ستريبس. انا تغطيت عن الفقره دي عشان انا عملت لكم الستريبس كتير قوي، فتقدروا تشوفوها في الفيديوهات اللي قبل كده. كمان محمره بطاطس. هحط كمان خيار مخلل او فلفل هالبينو مخلل، المتاح بالنسبه لكم، لو مش متاح مفيش مشكله. هحط اي نوع جبنه عندي، تشيدر، موتزاريلا، حلوم، مشلل، المتاح عندك. ممكن كمان تحطي جبنه كريمي. هركن الصينيه دي كده على جنب، وهجيب الصوص اللي احنا غمزنا فيه التورتيه. هحط شويه جبنه موتزاريلا، هحط كمان جبنه كريمي. ممكن تحطوا قشطه، ممكن تحطوا كريمه لباني، المتاح يعني. هحط بس كده ذره ملح ورشه فلفل اسود واقلبهم كويس. هحط كده معلقتين على الحاجات اللي احنا حطيناها، والباقي لما نقفلها بالشكل ده كده اهو. هحط الباقي على الوش بسم الله. انا مشغله طبعا الفرن عندي من قبل كده. هدخلها من تلت ساعه حسب كل واحده والفرن بتاعتها لحد ما تاخد لون، واطلعها لكم بقى بشكلها النهائي. شكلها النهائي بعد ما طلعت، عايزه اقول لكم طعمها وريحتها بجد قلب المكان. كنت اتمنى ان انتوا تكونوا موجودين معايا عشان تشموا الريحه وتدوقوا الطعم. اتمنى انتوا تجربوا الوصفه وتسيبوا لي كومنت رايكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزلكم وصفات تانية جديده.